أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد في برنامج قناديل ولقاء الدكتور بهاء الأمير والحديث عن دور الحركات السرية والصهيونية في إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. توقفنا عند الفاصل فيما هو أشد سوءا. نعم أشد إثارة. يعني هو طبعا ظهر الدولار مليء بالرموز لأنه يحتوي على شعار الولايات المتحدة الذي قلنا أنه بصمة الحركات السرية عليها. يعني سنطلب من الأخ المخرج أن يضع لنا الصورة الخامسة. نعم. هو نعطي المشاهد أولا نبذة عشان المكون الرئيسي لظهر الدولار عن شعار الدولار. يعني هو استقلال الولايات المتحدة كان يوم 4 من يوليو سنة 1776. في هذا اليوم في الليل نفس اليوم اتخذ الكونجرس الأمريكي قرارا بتكوين شعار للولايات المتحدة، فعهد بتصميم ده على الشاشة، فعهد بتصميم هذا الشعار إلى لجنة مكونة من 3 هم بنجامين فرانكلين وتوماس جيفرسون وجون أدمز وهم جميعا من الماسون. فوضعوا شعارا ولم يناقش ولم يقرر في الكونجرس 3 سنوات ونصف، ثم شكلت لجنة ثانية ثم ثالثة ثم رابعة، وفي النهاية في سنة 1782 يعني كانت هناك لجنة من وكيل الكونجرس واسمه تشارلز توماسون ومعه واحد اسمه ويليام بارتون والاثنين من الماسون أيضا. كل اللجان التي اشتركت في صياغة الشعار من الماسون، في سواء اللجنة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو النهائية. فهذه اللجنة النهائية قامت بدمج عناصر من كل التصميمات السابقة في التصميم النهائي لشعار الولايات المتحدة. فالذي نراه الآن على الشاشة الذي يراه المشاهد ظهر الدولار. سوف يرى المشاهد على كلمة 1 في منتصف الدولار، وعلى يمينه هناك صورة طائر. يعني في الحقيقة احنا نريد الصورة التي بعدها اللي هي ايه، احنا هو الآن المشاهد يرى الدولار ظهره على يمينه صورة طائر وعلى شماله صورة هرم. سوف نأتي بالطائر اللي هو الصورة التي بعد ذلك لنرى عليها. هذا الطائر هو صورة الشعار الوجه الأمامي لشعار الولايات المتحدة. يعني شعار الولايات المتحدة له وجه أمامي وله وجه خلفي. هذا الطائر يوجد على الوجه الأمامي لشعار هذا في الصورة السادسة. نعم. فلو يظهر لنا اللي يراها المشاهد مع المخرج. نعم. احنا يعني الذي نراه الآن كما قلنا هو الوجه الأمامي لشعار الولايات المتحدة. سوف نذكر ما فيه، لكن ننبه المشاهد فقط إلى شيء. الذين وضعوا هذا الشعار كانوا من الماسون، وبعض الرموز التي وضعوها قصدوا أن يكون لها معنى ظاهري ولها معنى آخر يقصدونه حقيقي. الشيء الثاني، بعض هذه الرموز لها أكثر من معنى في الماسونية، لأن طبعا الماسونية مثل يعني ترقي سلم، فالمترقي في الماسونية لا يعرف عند كل درجة من معنى الرمز إلا معنى الذي يخصه في هذه الدرجة، فإذا صعد إلى مرتبة أعلى يعلم له معنى آخر وهكذا. فهذا الطائر إذا سألت يعني أي أحد أو قرأت في أي كتاب عن شعار الولايات المتحدة سيقول لك أن شعار الولايات المتحدة هو الصقر الأصلع. نعم، هو ليس صقر وليس أصلع. نعم، هو ليس صقرا وليس أصلع. نعم. الحقيقة في تراث الحركات السرية والماسونية أن هذا الطائر حين وضع لم يكن مقصودا به الصقر. يعني لم يكن مقصودا به الصقر كما تقول، بل هو العنقاء ربما. يعني نعم، هو الحقيقة كان مقصودا به العنقاء أو طائر الفينيق فعلا. والذين وضعوه يعني نعرف المشاهد أيضا فقط بس بالعنقاء لكي يعرف ماذا كان المقصود بها. العنقاء طائر خرافي يعيش عمرا مديدا حوالي 500 عام، فإذا حس بدنو أجله يقدح نارا ويقف وسطها حتى يصير رمادا ثم ينبعث فتيا قويا حيا من جديد. فالذين وضعوا العنقاء في الشعار كانوا يقصدون بذلك أن الحركات السرية بتكوين الولايات المتحدة وإنشائها انبعثوا من جديد وصاروا وتحولت حية فتية كما ينبعث العنقاء من وسط النار. يعني كما نرى هذا الطائر الذي هو العنقاء له في جناحه الأيمن مكون هنا يعني 32 ريشة وهنا 33 ريشة. لماذا يعني؟ شكل 32 رمز لدرجات الماسونية من الطقس الاسكتلندي. لأنها 32 درجة، والجناح الأيسر 33 لأن هذه في الماسونية درجة مفردة لها مرتبة خاصة تسمى المرتبة السامية، وهي التي يتكون من النخبة التي تصل إليها المجلس السامي الماسونية الكونية الذي يسيطر على الماسونية في العالم كله. يعني ذيل الطائر كما نرى يعني فيه 9 ريشات، وهذه رمز لعدد درجات الماسونية من الطقس يورك أو مذهب يورك، وهذا المذهب الرئيسي الثاني في الماسونية. كما نرى يعني فوق أعلى رأس الطائر سوف نرى يعني شريطا زخرفيا عليه عبارة لاتينية هي إي بلوريبس أونوم. هذه العبارة ترجمتها من الجميع واحد، والتفسير الرسمي لها أنه من المستعمرات أو الأمريكية البدائية 13 تكونت دولة واحدة. إنما طبعا في الحركات السرية لها معنى آخر، وهو أن الماسونية هدفها أن تصنع من العالم كله
أمة واحدة. أمة واحدة اللي هي العولمة كما نقول نعم. في العصر الحديث، بإزالة عقائدها وأديانها وتوحيد أزيائها وأخلاقها وقانونها وهكذا يعني. فوق رأس الطائر سوف نرى هالة. نعم. يعني إذا رأى المشاهد سوف يرى هالة. هذه الهالة كانت موجود في أول تصميم الذي وضعه وكان اقترحها توماس جيفرسون. هذه الهالة ترمز للهالة التي كانت تظلل بني إسرائيل في نهار تيه لكي تحميهم من الشمس، وهذا تفسير توماس جيفرسون من الهالة إلى النجوم الخماسية. نعم. داخل هذه الهالة سوف نرى نجوم خماسية، والحقيقة النجمة الخماسية من أشهر رموز الماسونية. هي حين يترقى المترقي في الماسونية علامة ترقي أن يشرق عليه من المحفل نجمة، ضوء النجمة، وهذا هو ضوء لوسيفر. نعم. الذي هو كما نعلم إله الماسونية. نعم. الشيطان كما تعبده الماسونية. النجمة السداسية. داخل هذه النجوم معا تكون نجمة سداسية. نعم. يعني هذه النجمة السداسية نعرفها نحن باسم يعني نجمة داوود، لكنها في الحقيقة لها اسم آخر هو شعار سليمان، وذلك لأن هذه النجمة هي الشكل الذي كان عليه قدس الأقداس في الهيكل. وهنا طبعا نقول يعني جملة اعتراضية هكذا أن الهيكل هو غاية الماسونية. يعني هذه النجوم كلها تتشكل داخل النجمة السداسية. يعني عندنا نجوم خماسية تكون معا شكل نجمة سداسية التي هي نجمة داوود أو شعار سليمان، وهي كما قلنا شكل قدس الأقداس في هيكل سليمان الذي هو غاية الماسونية النهائية. وهنا يعني نعرف المشاهد يعني بجملة طريفة، المستشرق والعلامة راينهارد دوزي يعرف الماسونية تعريفا طريفا، يعني يقول هي أناس كثيرون من مذاهب مختلفة وأديان مختلفة وأمم مختلفة يعملون من أجل غاية واحدة لا يعلمها منهم إلا قليلون. هذه الغاية هي إعادة بناء هيكل اليهود يعني. نعم. لدينا هنا يعني نذهب إلى الوجه الخلفي. هنالك الهرم. نعم. غير المكتمل يعني. نعم. هو الوجه الخلفي كما نراه الآن يعني على الشاشة هو الجزء المكون الرئيسي للوجه الخلفي لشعار الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الهرم هذا في المحاكاة السرية الماسونية وفي القبالة اللي هي التراث الشفوي اليهودي له معاني كثيرة يعني. نعم. هنعرف المشاهد على بعضها فقط يعني. أولا في القبالة أشياء غريبة هكذا، يقولون الهرم يتكون من 4 أوجه، كل وجه مثلث، فعندك 4 في 3 أضلاع، هذه عندك هكذا يكون عندنا 12 ضلعا. نعم. فقاعدة الهرم يتخيل أن كل وجه من القاعدة هي عبارة عن ضلع في مربع تخيلي إلى الخارج، فيصبح عندنا 4 مربعات في 4 يبقى 16، في 16 و12 يبقى 28، وهذا هو رقم العالم السفلي أو العالم الخفي في القبالة. فإذا أضفت إليها 21 وهو عدد الفواصل بين المثلثات والمربعات المتخيلة يكون رقم 49، وهي يعني مربع 7 أو 7 مربعة، وهذا هو الرقم الكوني المقدس في اليهودية وفي القبالة وفي التلمود وهكذا يعني. والهرم في الماسونية هو محل استحضار الإله أو محل استحضار لوسيفر. وطبعا كما قلنا رموز لها معاني متعددة، يعني سوف نتجاوز عن معاني كثيرة لنصل إلى المعنى الصحيح. هناك معنى صحيح للهرم، معنى يهودي، وهو أن الهرم هو الحد الغربي للوعد الإلهي لبني إسرائيل. لأنه طبعا إذا أتى أحد إلى مصر سوف يرى الهرم في الصحراء، لكن قديما كان النيل يمر من أمام الهرم، فهم الهرم رمز للحدود الغربية للوعد الإلهي من النيل إلى الفرات. هذا العين والمثلث يعني الدكتور أيضا. طبعا العين طبعا التي فوق الهرم هي اسمها في الماسونية الأول سينج آي أو العين المطلع على كل شيء. هذه هي في الدرجات الرمزية يقال لهم إنها عين المهندس الأعظم اللي هو إله الكون، عندهم يسمونه بهذا الاسم الجراند أركيتكت ويقسمون عليه. هذا طب هذه الكتابات الإنجليزية سنقول عنها. إنما في الدرجات العليا من الماسونية هذه العين هي عين لوسيفر. نعم. الذي يراقب كل شيء ويطلع على كل شيء. نأتي الآن العبارة يعني الضوء الساطع والعبارات اللاتينية. الضوء الساطع هذا هو ضوء طبعا ضوء لوسيفر لما قلنا هو العين، هو كلمة لوسيفر معناها في اللاتينية جلاب الضوء. نعم. فهو وضعوا عين لوسيفر وحولها الضياء الذي يشعه. نعم. أو كأنه أو اللي هو في التراث الأديان الشيطان، وعندهم هو الإله. نعم. ورمز كما قلنا التنوير والمعرفة، وهو في الماسونية زوج ليليث البومة. نعم. أعلى هذا يعني المثلث والضوء الساطع سوف نرى عبارة هي أنويت كوبيتس، وهي معناها يعني ترجمتها الإله يرعانا أو الإله يبارك خطواتنا. يعني هنا لو عدنا إلى العبارة اللاتينية التي يعني ترجمتها الحرفية الإله يرعانا. نعم. ومع العين وهذا الضوء ولوسيفر. نعم. يعني من هو الإله الذي يرعى؟ ما هو لوسيفر لا يوجد في الشعار أي شيء له علاقة بمعبودات غير لوسيفر. ونحن نؤمن ولو عدنا إلى يعني نحن نؤمن بالله أن لوسيفر يرعانا يعني كذا. يعني شعار نعم الشعار الذي يقول نحن نؤمن بالله في الدولار، إذا ليس هو الله، ليس الإله الذي نعرفه في الأديان، هذا إله آخر يعني.